دي اول واخر مره اصلي في ساحه مصطفى محمود دي تاني، اول واخر مره. في مكان مخصص للسيدات، لو سمحتوا ما ينفعش تقفوا في وسط الرجاله كده، عيب اصلا، عيب شرعا وعرفا. مصلى خاص بالسيدات. الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. النهارده طالعين بدري تعظيما لشعائر الله، طالعين مكبرين مهللين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. احنا النهارده رايحين ساحه مصطفى محمود، هنصلي العيد هناك، واخدين معانا كمان هدايا هنوزعها بعد الصلاه ان شاء الله. ولكن الحاجه اللي انا انكرها في صلاه العيد اللي بتحصل في مصطفى محمود، ان بيبقى فيه اختلاط في الصلاه ما بين النساء والرجال، وان كلهم بيصلوا في صف واحد، وده ما ينفعش ولا يجوز، وهذه بدعه. يعني ازاي انا اركع ويبقى في وش يعني قدامي كده في واحده راكعه قدامي او جنبي؟ طب الامام بيقول القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، طب ازاي هيستوي الصف؟ ولكن هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشوف صف كله رجال. ومش عارف صلاتنا هتبقى صحيحه او باطله، الله اعلم يعني، ولكن ده مش ذنبنا، وكان المفروض يعني يكون في تحذير وتنبيه. وكل سنه بيحصل تحذير وتنبيه، ولكن على نفس الوضع كل سنه. رمضان في مصر حاجه تانية، والعيد في مصر حاجه ثالثه ورابعه وخامسه. طبعا احنا خلاص قربنا اهو على ساحه مصطفى محمود، وكل الناس اللي ماشيه دي رايحه الساحه، سواء مواصلات، ناس ماشيه على رجليها، وناس راكبه عربيات. الساحه دي يعني على ميعاد الصلاه بيكون فيها الاف بسم الله ما شاء الله من المصريين والسودانيين وخلايجه، امه واحده. سامعين صوت التكبيرات؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا احنا هنبتدي نصور دلوقتي، ولكن قدام شوية في حاجز أمني، فلو شافنا ممكن ياخد منا المعدات، فاحنا هنعديه، نحط حاجة في الشنطة ونعديه ونبدأ نصور. وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في مكان مخصص للسيدات، لو سمحتوا ما ينفعش تقفوا في وسط الرجاله كده، عيب اصلا، عيب شرعا وعرفا. مصلى خاص بالسيدات تحت التندة قدام المسجد وخلفها، يا ريت بعد اذنكم اتفضلوا. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعده نصر
عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان انزل على التيك توك. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب. طب يا حاج انت وانت مكان على فكره. طبعا احنا نازلين يعني خلاص رمضان كان شهر عباده والواحد تقرب فيه الى الله، نازلين نصلي يعني نازلين نصلي العيد دي ربنا بيكافئنا كده وبيفرحنا. احنا لازم نصلي العيد، لازم نشوف المناظر الزباله دي، نشوف المناظر اللي تقرف دي، والناس بعد لابسه جلاليب الاسود واول ما خلصت صلاه راحت مفتحاها وخلعاها واشكال ما يعلم بها الا ربنا، وناس جايه بشعرها وواقفه بين ايدين ربنا بتصلي بشعرها. ازاي؟ انا مش عارف ازاي، انا ما عنديش مبرر. لا واللي جاي يصلي وجايب بناته وجايب اخته وجايب امه معاه، يعني انت مش شايف الزحمه دي؟ يعني انت مش شايف ضعاف النفوس كتيره في الزحمه دي؟ يعني انت مش عارف اللي هيحصل، مش عارف الزحمه، مش عارف الاحتكاك اللي هيبقى موجود، مش عارف الاختلاط اللي هيبقى موجود، ولا هو الموضوع عادي عندك، ولا هو الموضوع خارج عن سيطرتك وهم هيجوا كده كده عافيه غصب عنك. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. طبعا انا بالنسبه لي هو كده العيد خلاص خلص. انا بقالي 3 سنين ما بعيدش في بلدنا وبقضي العيد هنا، فبنزل اصلي. يعني النهارده عملت شويه فعاليات كده، بنزل اصلي وبطلع البيت، اما بنام يعني النهارده انا عندي شغل الساعه 2 الظهر، اما بنزل يعني بنزل الشغل بتاعي. فاصحابي اصلا هنا بيقولوا لي انت عليك طار عشان ما بتنزلش، يعني عشان ما بنزلش وكده. فان شاء الله العيد الجاي ان شاء الله يكون في البلد ان شاء الله، لانه وحشني جدا العيد في البلد. وهنا العيد يعني مهما كانت الاجواء هنا ومهما كانت الامكانيات ملوش طعم. بره بلدك وبره اهلك ملوش طعم خالص. يلا سلام، كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده، وان شاء الله البلد كلها بخير وصحه وسعاده، ونشوفكم في فيديو جديد. وبالمناسبه قبل ما اقفل الفيديو، انا كنت منزل يعني ايام الحرب على غزه كنت منزل كام فيديو، يعني كام بوست، فالفيسبوك مقيد الصفحه بتاعتي، يعني ما بيخليش الفيديوهات تظهر لناس كتير. فانا عايز كل اللي شاف الفيديو ده لاخره يشارك الفيديو عشان نتغلب على التقييد ده، وتبدا الفيديو تظهر لناس تانية وتبدا المتابعين يزيدوا. يلا اشوفكم على خير، سلام.